نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين. وبعد، يقول الله عز وجل في حديث قدسي عظيم: عبدي خلقت كل شيء لك وخلقتك أنت لي، أي يلهيك ما خلقته لك عن مما خلقت له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه هي الوظيفة الأساسية التي خلق من أجلها الإنسان. الله كرم الإنسان على سائر المخلوقات، بل كرم الإنسان على الملائكة الذين لا يخطئون ولا يعصون الله ما أمرهم. جعل الملائكة تسجد لآدم عليه السلام. الله كرم الإنسان عن كل شيء، فيقول: خلقت كل شيء لك، خلقت لك الأنهار، خلقت لك الأطيان، وخلقت لك